الأهلي يا جماعة ماشي غلط. الناس كلها راجعة والأهلي رايح. الأهلي فاهم الرياضة بوجه عام فاهمها غلط. الرياضة عندنا يعني الفشل. الهدف من الرياضة هو الفشل. هتبقى فاشل هنزيط لك ونصيطك ونساعدك، وكمان هنكبرك ونلم وراك كل بلاويك وفضايحك. هتعوم عكس التيار، تشتغل صح تعمل لي فيها ناجح، هنحاربك ونبهدلك ونتبلى عليك ونعمل كل اللي نقدر عليه عشان نفشلك. ما انت مش احسن من بقية المنظومة في حاجة. دي مش خزعبلات او تخاريف ليلية من بتوع انكل ممدوح. ده واقع الرياضة بتاعتنا. ده اللي احنا عايشينه وبنشوفه وبنسمعه كل يوم على مرأى ومسمع من الجميع. دي الصورة الذهنية اللي الوسط الرياضي بيحاول يثبتها في عقول الناس. عندك مثلا وزير سابق كان كتلة فشل تمشي على الأرض. وزير ما نجحش في ولا ملف، فشل في كل حاجة، ومع ذلك قدر يقعد في منصبه 8 سنين يفسد ويخرب. عندك لجنة أولمبية فاشلة بكل المقاييس. لجنة أولمبية صرفت مع الوزير ده 1.5 مليار على أولمبياد ورجعوا لنا بفضايح. لجنة أولمبية رئيسها متهم في حادث وفاة طفل سباح، ومع ذلك لسه قاعد على الكرسي وكمان بيخطط للأولمبياد القادمة. عندك اتحادات فاسدة وفاشلة في معظم الألعاب، وكتير منهم متحول للنيابة في قضايا فساد، ومع ذلك لسه قاعدين على كراسيهم عادي جدا. عندك مثلا رئيس اتحاد بيودي ابنه وبنته للمنتخب على حساب ناس أفضل منهم في التصنيف وبكتير، ولسه مكمل في المنصب وعادي جدا، ولسه بيكرر نفس المجاملات دي. ابن رئيس الاتحاد ده كان ليه شرف انه يكون اول لاعب تنس طاولة مصري يخسر من لاعب كاميروني في بطولة افريقيا، ولسه رئيس الاتحاد قاعد وبيمارس الهيمنة والتحكم في خلق الله. عندك رئيس اتحاد كورة فشل قبل كده في ملف استضافة كاس العالم 2010، خد 0 المونديال، ومع ذلك جبناه تاني عشان يفشل في 2019 ونخرج من كاس الأمم الأفريقية من دور ال16 على أرضنا ووسط جمهورنا، فتروح تجيبه تالت عشان بقى يعمل لك خطة التطوير الكروية لسنة 2038. عندك لعيبة كورة فشلة وجهلة، وفي منهم لا بيقرأ ولا بيكتب، بيطلعوا لنا على الشاشات ينصحوا الناس ويتكلموا في الرياضة، وبيتقال عليهم كمان نجوم التحليل. عندك نقاد رياضيين وصحفيين فشلة وجهلة بمعنى الكلمة، وبكل بجاحة بيطلعوا ينتقدوا ناس ما كانوش يحلموا يسلموا عليهم. عندك نادي نصاب وفاشل بكل ما تحمله الكلمات من معاني، ومع ذلك الكل بيتعاطف معاه، الكل بيسنده، والنادي الفاشل ده مستفيد جدا من فشله وخيبته القوية. النادي ده لو كسب بيبقى نادي عظيم مفيش زيه، والوحيد اللي قدر يتحدى الصعوبات ويكسب. ولو خسر بيبقى يا عيني ما كتر خيره برضه، ده لو نادي تاني كان زمانه انهار ونزل درجة تانية. لكن الزمالك صامد برجولة ولاده وعراقة تاريخه. يعني النادي ده كده كده كسبان، خد على وشه كسبان، خسر كسبان، كسب برضه كسبان. لا ضغوط ولا تعب أعصاب ولا نيلة. حتى جمهوره زيه بالظبط، بدل ما يشوف خيبته القوية والفضايح اللي هو عاملها بيفرح جدا لو الأهلي خسر أو تعادل، وبيقعد بقى يصدق كل الهبل والتدليس اللي بيتصدر له ده. مش بس كده، ده بيزيد زيطة السنين والتنين لو كسب أي ماتش. يعني مثلا شوفوا الكهارب اللي اتعلقت والفاموس اللي اتعمل وبتزيرة أحسن لاعب في الكون، والزمالك الملحمة، الزمالك المفرمة، والزمالك المصمت، والزمالك يتحدى الظروف والأزمات وعبده يتحدى رامبو. كل الفرح ده عشان اتأهلوا لدور الثمانية في الكونفدرالية، عشان يلعبوا أوتاها ولقيناهم أو أولمبيك للأسف أو أونياما يما أونيانا يونيون، وده
لأن الزمالك متنوع. بعد ما خلص على أبو سليم والبط الكيني والكوارع الأثيوبي، داخل بقى على التحديات العظيمة دي. كل التوفيق لأكبر قلعة رياضية في صراعه مع عمالقة أفريقيا، فقط وحصريا مع علي محمد علي وبي إن سبورت. لكن الأهلي الضعيف اللي بيلعب في بطولة ضعيفة بأداء غير مقنع رغم المليارات اللي صرفها، الأهلي الضعيف ده هو الوحيد اللي بيدفع ضريبة النجاح، هو الوحيد اللي بيتهاجم، هو الوحيد اللي مطالب يكسب على طول وبيتحاسب على التعادل قبل الهزيمة. عشان كده عمرك ما هتسمع كلمة حلوة أو إشادة أو إنصاف للأهلي وقدره وإنجازاته ومنظومته القوية إلا من بره مصر، من الناس الطبيعية، الناس المحترمة اللي بتقدر النجاح وبتشاور على الفشل. لكن إحنا عندنا ناس ما عندهاش دم،